شكلك مش في المود خالص. دي حقيقة. هو انتي وسيف لسه قافشين؟ مراد حكالي على اللي حصل امبارح. شوية. ممكن اتكلم معاكي في حاجة؟ على فكرة سيف بيحبك قوي. سيف لو ما كانش بيحبك ما كانش اتخانق عشانك امبارح. انا عارفة. انا بس يمكن انتي مثلا مش عارفة تهندليه. أهندله؟ بتقولي هندله؟ انا قصدي يعني ممكن يبقى عنده مشاكل في حياته دلوقتي، بيراجع حساباته في حاجات كتير، ستريسد، عادي زينا كلنا. على فكرة انا قعدت واتكلمت معاه، هو بجد طيب قوي. هو الموضوع بس محتاج منك انتي شوية ذكاء. انا عارفة ان انتي ذكية كده كده، بس يعني هو محتاج شوية ذكاء وهدوء عشان الدنيا تتلم وتظبط. وانتي من قاعدة واحدة بقى قدرتي تفهميه وتعرفيه كويس؟ وانا اللي بقالي معاه سنين غبية، صح؟ لا انا ما اقصدش يا ريهام كده خالص. انا قصدي بس يعني انا بقول لك رايي، عايز تاخدي بيه خدي، مش عايزه خلاص. احتفظي برأيك لنفسك، ميرسي على الإضافة. ما قريتش حاجه والله. مالك انت بس قافشه كده ليه؟ عامه انت اصلا اكتر واحده تعرف سيف وتعرف دماغه، واكيد كده كده هيهدى. ما انت عارفه سيف ولا ايه؟ طبعا انا اكتر واحدة عارفة جوزي كويس قوي واعرف اتعامل معاه. المهم انتوا اتبسطوا في البحر. طب عن اذنكم. في ايه؟ في ايه؟ قافشه علينا كده ليه؟ دي بنت حشرية وخنيقة. مش عارفة مراد عاجبه فيها ايه. على فكره البنت ما قالتش حاجه، وانا لو كنت قلت لك نفس الكلام كان هيبقى عادي. هي بس بتحاول تلطف. يا ستي انا ولا عايزة حد يلطف ولا يستظرف، ومش عايزة حد جديد في حياتي. كفاية اللي انا عايشة معاه بقالي سنين، لسه محتاجة اتعرف عليه من اول وجديد. طب والنبي اهدي عشان خاطري، اهدي بقى. الله، مش هروح البحر ارجع الاقيكي بقى لسه ضاربه البوس ده ومتخانقه اكتر والنبي. لا مش فاهمه هما بيعملوا ايه، خليني ابص عليهم.